بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كلامنا النهاردة عن جنيه البنك المركزي أو الشهير بجنيه نظمي. جنيه البنك المركزي الشهير بجنيه نظمي، الإصدار الثامن من الجنيه المصري. ده تامن إصدار من الجنيه المصري. ده كان اسمه جنيه نظمي، أو ده شوف الشكل بتاعه اهو. ده الشكل بتاعه، وده الظهر بتاعه. جنيه نظمي ده بقى متوفر ومع كل الناس. كل الناس معاها منه وموجود مع كل الناس، عشان ما تفكرش ان دي حاجة نادرة او حاجة مش موجود منها. لا، دي حاجة متوفرة وموجودة مع كل الناس، كل الناس معاها. عشان كده سعره مش غالي. ليه؟ لانه متوفر منه كتير وموجود مع كل الناس، وعشان كده السعر ما هوش غالي. والسعر طبعا بيختلف، كل حاجة على حسب حالتها. ده مثلا حالة متوسطة يعمل 40 جنيه 50 جنيه. الحالة العالية منه يعمل 120 جنيه. يعمل 120 جنيه اللي هي النسخة الأنصر، يعني اللي ما اتلمستش الحالة الزيرو بتاعته تعمل 120 جنيه. لكن الحالة اللي قدامك دي تعمل 40 جنيه 50 جنيه. ليه؟ لأنه متوفر منه كتير وموجود منه كتير، دي حاجة مش غالية. ده الإصدار رقم 8 من الجنيه المصري، جنيه نظمي. الإصدار الثامن من الجنيه المصري، جنيه نظمي. والسعر كل حاجة على حسب حالتها، كل حالة ولها سعر. الحالة اللي قدامك تعمل 40 جنيه 50 جنيه. الحالة العالية تعمل 100 120 جنيه. لا أزيد من كده ولا أقل من كده. بالنسبة لأماكن البيع والشراء، أماكن البيع جروبات الفيسبوك والمواقع والأسواق الحرة. مواقع زي إيباي وأمازون والسوق المفتوح وعلي بابا. جروبات الفيسبوك دي أكتر حاجة عليها بيع وشراء، جروبات الفيسبوك. والأسواق الحرة اللي موجودة في كل المحافظات. فأنت لو معاك حالة منه وعاوز تبيع، تقدر تبيع على جروبات الفيسبوك أو المواقع. والسعر زي ما قلنا، الحالة الأنصر تعمل 120 جنيه. الحالة العادية من 40 ل50 جنيه، لا يزيد عن كده ولا يقل عن كده. ده كان كلامنا عن جنيه البنك المركزي المصري، جنيه نظم. وقلنا السعر بتاعه. اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة، وانتظرونا في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الظهر بتاعه، جنيه نظمي ده. طبعا دي حالة متوسطة عشان فيها قطع وبتاع.